بسم الله الرحمن الرحيم. انك النادي الاهلي طول عمره تاريخ، وطول عمره نادي بطولات ونادي انجازات ونادي كل الحاجات اللي هي ما بتتعملش مرتين. يعني النادي الاهلي دايما هو اللي بيعمل كل حاجه مره واحده وبعد كده الناس بتيجي وراه. ان النادي الاهلي يشارك في كاس العالم 9 مرات ده رقم كبير جدا، رقم تاريخي. ان احنا نلعب 4 كاس عالم ورا بعض برضه ده رقم تاريخي طبعا. اتمنى ان شاء الله ان احنا السنه دي نقدم حاجه كويسه في كاس العالم. خدنا قبل كده مركز ثالث وخدنا مركز رابع وخدنا مركز خامس وسادس. فاتمنى ان شاء الله ان احنا ربنا يكرمنا السنه دي ونقدر نحقق حاجه افضل من كده ان شاء الله يعني. اه والله طبعا يعني بطوله كاس العالم، وزي ما انت قلت ان الجماهير دايما عايزه البطوله، وده شيء مهم، وده نادي الاهلي والنادي الاهلي زي ما قلت لك في الاول هو النادي الاهلي سبحان الله اتخلق عشان البطولات، عشان الانجازات، عشان المكسب، عشان الحاجات دي كلها. فاحنا نتمنى ان احنا ناخد كاس العالم طبعا. لازم ان انت كلاعب يبقى عندك الشخصيه وعندك المسؤوليه، انك تبقى رايح بطوله انك عايز تاخدها. ومش بعيد عن ربنا كل حاجه، طالما انت بتتعب وبتعمل اللي عليك فاكيد ربنا شايل لك خير يعني. فان شاء الله ربنا لو لنا نصيب فيها ان شاء الله احنا ناخد كاس عالم، نعمل اللي علينا ونتعب وان شاء الله يكون خير باذن الله. يعني كاس العالم كلنا، يعني مش عايز اقول كلام اتقال قبل كده ولا اقول حاجه مثلا قلتها قبل كده، لكن كلنا من واحنا صغيرين كنا بنتفرج على كاس العالم الساعه 6 الصبح ومكان في اليابان. ذكريات كاس العالم بتبقى احسن ايام، كلنا بنبقى مستعدين لها بشكل كويس، كله بيبقى مستني كاس العالم. تفتكر لو زمان كنت بتبقى مش عايز تنام عشان الماتش جاي. دلوقتي الدنيا اختلفت شويه في الكواليتي وفي في الطريقه وفي العقليه وفي التوقيت بتاع الماتشات. دلوقتي الماتشات بقت بالليل فكل حاجه دلوقتي افضل يعني، لكن ذكريات كاس العالم دايما ممتعه ودايما حلوه. انك طبعا الهدف بتاع السنه اللي فاتت في كاس العالم كان هدف مهم في توقيت مهم. ان احنا بعد كده صعدنا قبل نهائي، لعبنا فريق كبير ومن اكبر انديه في العالم ريال مدريد. مهم ان ربنا يكرمك وتجيب في بطولات زي دي جوان، دي حاجه كبيره وحاجه كويسه وبتتحسب لك في التاريخ. انت عارف البطوله دي مش كل الناس بتلعبها كتير، مش كل الانديه بتلعبها كتير، مش كل اللعيبه بيجيب فيها جوان. فلما ربنا يكون كاتب لك جون في بطوله زي دي او في حاجه زي دي انجاز تاريخي بيكتب لك مدى الحياه يعني. لا يعني موضوع جمهور الاهلي ان هو ياخد التذاكر كلها ويملى الاستاد ده طبيعي يعني. انا شخصيا متعود على كده وبحب كده، وبحب ان جمهور الاهلي يبقى مالي الاستاد. وخد بالك في كل مكان، مش في العرب بس، في كل مكان في العالم هتلاقي جماهير الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير زي ما قلت لك، نادي بينافس مع اكبر انديه في العالم، مش في افريقيا ولا في مصر بس، في بطولاته وفي انجازاته وفي تاريخه وفي كل حاجه. فلا انك نادي الاهلي يعني دي اسم النادي الاهلي لوحده كفايه، فاهم. في حالة قلق شوية بسبب انخفاض المستوى في الفترة الأخيرة تقول. لا طبيعي يعني حاله قلق دي بالنسبه للمستوى بتاعه ده طبيعي، ده بيحصل في الكوره. الفتره اللي فاتت بنلعب ماتشات كويسه، لكن مفيش توفيق انك تكسب، بتضيع جوان كتير، بتضيع حاجات كتير، ساعات ما بتبقاش احسن حالاتك بتكسب. هي دي الكوره. لكن دايما انا بقول ان انت دايما لما بتتعب ربنا هيديك، لما بتتمرن كويس ربنا هيديك، لما تنام كويس، لما تاكل كويس، لما تعمل استشفاء كويس. كل الحاجات الصغيره دي هي حاجات صغيره، لكن هي دي اللي بتبني على النجاح في الاخر. فاتمنى يعني نكون كلنا على قد المسؤوليه ومركزين ان احنا نحقق حاجه كويسه. عايزين نبسط جماهير الاهلي. قاعد من الناس بركب مع ناس صحابي كتير بيبقى امنيه حياتهم يوم الماتش ان الاهلي يكسب، لان دي بتبقى فرحه ليهم. فاكيد كل جماهير الاهلي كده ان شاء الله ربنا يكرمنا. التفاصيل الصغيره اللي بقول لك عليها دي بتفرق، اهم حاجه نعملها ونركز فيها وان شاء الله الدنيا تبقى كويسه يعني. شايف آخر سؤال، شايف المواجهة بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتيز؟ يعني مباراه اتحاد جده واوكلاند سيتي مباراه كبيره، مباراه مهمه. انا شخصيا بحب البطوله دي زي ما قلت لك، وبحب اتفرج على الماتشات، هتابع الماتش وهتفرج عليه لان الفايز منهم هيلاعبنا. فان شاء الله اتمنى لهم التوفيق الاثنين. واحنا كاهلي يعني مش حاطين في هدفنا حد واحد او اتنين، اي حد فيهم ان شاء الله يكسب احنا منتظرينه باذن الله يعني.